أنا طبّقت الخطوات اللي إحنا اشتغلنا عليها في الPower BI training وعملت dashboard وعجبت الtop management. دي جملة بتسعدنا جدًا لمّا بنسمعها من حد نكون مثلًا في شركة بنعمل training وبنعمل round جديدة، وحد من اللي حضروا الrounds معانا قبل كده ييجي يقول لنا إن هو عمل dashboard وعجبت الtop management. هنا الفكرة كلّها في إن هو طبّق الخطوات اللي خدها في الtraining، وده مهم جدًا، جدًا. في أي training أنت بتاخده بتتعلم حاجة جديدة، مهم أوي إن أنت تطبّق الخطوات عشان تقدر تسترجع المعلومة بسهولة، عشان تقدر تفضل المعلومة في الذاكرة عندك بوقت أطول، وتقدر تسترجع المعلومة بسهولة. فمهم أوي إن إحنا لمّا نتعلّم حاجة جديدة نطبّق الخطوات على طول، بالذات في أول أسبوع، يعني أول أسبوع ده مهم أوي إن أنا أطبّق الخطوات حتى لو نُص ساعة أو ساعة في أول أسبوع إن أنا اتعلّمت فيه معلومة جديدة، أحاول إن أنا أطبّقها بشكل سريع عشان فعلًا تفضل في الذاكرة مدة أطول. ومهم جدًا طبعًا إن أنت تعمل dashboard عشان الdashboard دلوقتي هي الحاجة الأساسية اللي بتعرّف أو تبيّن شغلك ماشي إزاي، أو شغل الشركة إزاي إن هو يتطوّر يحصل له development بشكل كبير. شكرًا جدًا ليكم، وهتلاقوا link موجود مع الفيديو لو حابب إن إحنا نشتغل مع بعض ونعمل trainings أو projects للشركة عندك تقدروا تتواصلوا معانا. شكرًا ليكم واشوفكم دايمًا على خير.